السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي شيوات مغربية. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في غسل الزنجلان او السمسم بدون مجهود اكثر وبطريقة سهلة ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. عندي هنا واحد الكمية ديال الزنجلان، غادي نحاول ندوزو في الغربال باش نتخلص من الحجيرات والتراب والاوساخ. بالنسبه للزنجلان من الاحسن نختاروا الزنجلان البلدي، هو كيجي بنين بزاف وكيعطي لينا اللذه لاكثر الحلويات ديالنا. فهنا انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي من الزنجلان، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه ديال الغسل. كما كتلاحظوا فانا تخلصت من مجموعه من الاوساخ بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا. في واحد الاناء درت واحد الكميه قليله من الزنجلان، غادي نضيف عليه الماء ونحاول نغسلو مزيان. من بعد غادي نخلي الاناء ديالي حتى يرصى الماء، ما يبقاش يتحرك. كنلاحظوا ان الزنجلان الخامج والخاوي كيطلع الفوق، غادي نحاول نحيدوه. من بعد غادي نبقى نخوي الماء ونخوي في الصفايه بهذه الطريقه. فالزنجلان اللي صحيح كيمشي مع الماء وكيبقى الحصى لتحت ديال الاناء. كنتمنى تكون الطريقه واضحه لكم. فانا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي من الزنجلان ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما غسلت الزنجلان ديالي خليته حتى استقطر من الماء مزيان. من بعد خديت واحد اللاطه اللي غادي تدخل الفران، سرحت فيها واحد الكميه ديال الزنجلان بهذه الطريقه. غادي ندخلو الفران اللي سبق ليا شعلته وطفيته. الفران يكون سخون، غادي ندخل ليه الزنجلان حتى ينشف تماما، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما نشوف الزنجلان ديالي فانا غادي ندوز عليه بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا. نحاول نحيد داك الوسخ اللي كيبقى فيه، هذاك الزبل اللي تيبقى اللي ما تحيدش بالماء، غادي نحاول نزولو. فضروري هذه الطريقه. فانا هذا الزنجلان غادي نستعمله في تحضير السفوف او سلو.
من بعد ما ندوز عليه بهذه الطريقه كامل غادي نديرو في اللاطه ديال الفران، وغادي نشعل الفران ديالي على درجه مهيله وندخل الزنجلان يتحمر حتى يولي اللون ديالو غامق صافي، ونخرجوه وها هو واجد للاستعمال. فيديوهات قادمه ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في فسخ اللوز او تقشير اللوز، طريقتي في تحضير السفوف او سلو، فكونوا في الموعد. دائما الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، بارطاجيوه مع الاحباب والاهل والاصدقاء، تابوناو في القناه ديالي وضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.